سوزوكي فونكس، ده أول انطباعات مبدئية عنها وأول تجربة ليها بعد ما حضرنا امبارح حدث إطلاقها. حتى الآن ما نعرفش السعر. الشركة لسه بتعمل تجهيزات كده وتحضيرات، وبيحاولوا يجيبوا دعم علشان انتوا عارفين ان عندنا طبعا القيمة الجمركية سترتفع عن الخليج في فرق حوالي 44%. فكان في نقاشات امبارح حول السعر، والناس الصراحة سمعت وقالوا اسبوع ان شاء الله باذن الله ونعلن السعر. لسه ما نعرفش السعر النهائي، ونتمنى سعر اقتصادي، سعر جيد، لان الناس بتتوقع كده دايما. زبون سوزوكي بيتوقع كده دايما، عايز عربيات بلا مشاكل وبلا اعطال ومصاريفها جوه مصر. انا ماليش دعوه ببره يا جماعه، تقول لي قطع غيارها مش عارف ايه. طول عمري قطع غيار سوزوكي جوه مصر جيده يعني، تمام. فمنتظرين منهم ان شاء الله تسعير اقتصادي يعني، اسبوع وهيعلنوا السعر. لكن خليني اكلمك عن انطباعاتنا المبدئيه عنها. فرونكس اكتر عربيه شدتني في مجموعه سوزوكي الجديده، شدتني اكتر من الجراند فيتارا كمان. ممكن بعض الناس تشوف الجراند فيتارا اضخم واسم كمان معروف من زمان جراند فيتارا، رغم انها كانت بتنزل بمواتير تانية وعربيه موجهه لمحبي الاوف رود زمان ولها تاريخ في القصه دي. وسوزوكي هم اول من اخترعوا الدفع الرباعي يعني. لكن عايز اكلمك ان الفيرونكس اكتر عربيه شداني. حجم ممتاز، اقتصاديه، تناسب قوي الظروف والاجواء اللي احنا عايشينها دلوقتي، واستهلاك بنزين جيد، ومساحات مقبوله على عيله صغيره او على شاب ومعاه مراته مثلا بيبتدوا حياتهم. يعني عربيه جيده جدا وممتازه في الحته دي. المواصفه الفنيه للعربيه دي: موتور 1500 سي سي، 101 حصان، ويعني اقاويل 103، لكن 101 حصان و138 نيوتن متر عزم، وفتيس 4 سرعات، نفس المواصفه اوتوماتيك 4 سرعات، نفس المواصفه الفنيه لاختها الشقيقه السوزوكي سياز. فلازم تكون عارف ان التوليفه دي كانت على السوزوكي سياز، وموتور ارقامه الخارجي بتاعه اقل شويه، 95 حصان او 92 حصان بالظبط. في البالينو اللي العربيه دي مبنيه على نفس البلاتفورم بتاعها، بس مع شكل اشيك واشرس وافخم واجمل، وتوليفه من جوه ومن بره احلى من البالينو الصراحه. فالعربيه دي بارقام قدره حصانيه اعلى سنه من البالين واختها، ومرتفع عن الارض كروس اوفر. فدي المواصفه الفنيه للعربيه بفتيس 4 سرعات. وهتقول لي ليه مش ال6 سرعات؟ هقول لك العربيه مش محتاجه خالص. فتيس ال6 سرعات عند مجموعه سوزوكي بيروح على الموتور اللي بعد كده اللي بيخرج 120 هورس باور، واللي كنا شفناه في الفيتارا من قبل. لكن العزم ده، العزم ال 138 نيوتن متر عزم، الفتيس ده كافي قوي عليه. ارقام العزم دي كويسه قوي على الفتيس ده، والعربيه مش محتاجه اكتر من كده. العزم في موتور التنفس الطبيعي الذي يلي هذا في المجموعه هو العزم ال 158 نيوتن متر عزم، وده بياخد الفتيس ال6 سرعات. لكن الفتيس ال4 سرعات هو نسخه قديمه، لكن كافي قوي على الموتور ده. ده موتور مش جاي يديك اداء، لكن اداء الموتور ده على العربيه دي شبيه جدا باداء السياز واداء البالينو، وجيد مقبول. يعني الناس اللي راكبه بالينو وراكبه سياز كانوا مبسوطين بالفتيس وبالموتور. انا عايز اقول لك ان نفس الاحساس ونفس التجربه، لان انا بديك العربيه وبديك الخلاصه عنها في انطباعات مبدئيه. هو الموتور التنفس الطبيعي التقليدي بتقنيه الفي في تي يعني، وموتور عادي جدا جدا. الناس اللي فاكره اللي كانت بتركب تويوتا زمان عارفين حتى الاندماج ما بين سوزوكي وتويوتا، لان هم شبه بعض قوي. ثم بعد كده عدلت تويوتا على المواتير دي وبقت الفي في تي اي، لكن هم نفس الكونسبت ونفس الفكره في العربيات الاقتصاديه. فعشان كده الاندماج حصل بين الموتور اللي صوته عالي مع الحرق عليه شويه عشان سير الكتينه الجنزير اللي صوته بيعلى. فانا بديك التوليفه الفنيه كده، تخيل اداء شبيه بالسياز. انا اتوقع لما نيجي نجرب الفيتارا او ناخد انطباعات عنها لحد التجربه الكبرى يعني تقعد معانا مده مطوله، هيكون ادائها اقل شويه. لكن عربيه زي دي اقتصاديه قوي، وانا زي ما انا ماشي اهو العربيه لا لينت ولا في اي حاجه، وماشيه 38 كيلو ومطلعه قدامي ارقام افريج رائعه، عماله تروح ناحيه ال5.9 رغم ان العربيه دي ما فيهاش المولد الكهربائي الصغير الهايبريد، النسخه الهايبريد اللي بتنزل في الخليج. العربيه دي موتور تنفس طبيعي خالص دون المولد الكهربائي الصغير اللي بيعمل توفير في استهلاك البنزين. ورغم كده انا ما اعرفش هم عاملين العربيات دي هايبريد ليه اساسا بفكره المولد ده. بره ملوش لازمه يا جماعه. العربيه اساسا بتستقبل، انت هو ما بيديش بوست جامد للعزم ولا بيعمل حاجه، ولا تقدر تمشي عليه عدد كيلومتراج معين. فانا مش عارف، العربيه مش محتاجه توفير بنزين تاني يعني. العربيه عماله تديني وانا بحرق 6.7 لتر يا اخي، ده مع الحرق. فانا ما شفتش السبعه ما شفتش السبعه يعني،
فيعني انا شايف ان العربيه اقتصاديه في الدرجه الاولى، بس اقتصاديه بقى بتوليفه حلوه وبتصميم جميل زي ما انت شايف كده، والليد بار الخلفي والليدات الاماميه، الشحن الوايرلس. لما نيجي نتكلم على الباكج يعني الشاشه الكبيره 9 انش، العدادات اللي شكلها مألوف اللي سوزوكي طورت عليها وجددت عليها، الكاميرا 360، الباركينج سنسورز، الكيلس انتري. يعني انا مش شايف انك محتاج حاجه تاني في عربيه زي كده. حتى المرايات اوتو ديمنج بتاع تيم ويعني انا ما اعرفش، عمال ادور على حاجه ناقصه في العربيه. ستارت انجن، يعني ما فيش حاجه ناقصه. حتى هيد اب ديسبلاي، هيد اب ديسبلاي في الفئه دي، الهيد اب ديسبلاي ما بنشوفهاش قوي في الفئات دي، ولا في الفئات حتى العربيات الصينيه ما بتقدمهاش في الفئات اللي تحت المليون دي. فانت هنا عندك كل حاجه، هيدز اب ديسبلاي، شحن وايرلس زي ما قلنا، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي. انت مش محتاج اي حاجه في العربيه دي، عربيه كامله مكمله. يعيبها بس في الكلام ده ان ما فيهاش فتحه سقف. طب لما نيجي نتكلم على المساحات في العربيه دي، المساحات جيده، لكن الهيد روم لو هيقعد حد طويل اطول من 182 183 قد يتاثر. لكن ممكن جلوس ثلاثه في الصف الخلفي في العربيه دي، اثنين حجمهم عادي وواحد حجمه صغير، هيبقوا قاعدين مرتاحين. مساحات التخزين بقى في العربيه دي مش جيده قوي الشنطه، يعني عشان كده بقول لعيله صغيره 304 لتر حجم الشنطه، وده رقم هناك منافسين افضل منها كتير في نفس الحجم ونفس الفئه. العربيات السب كومباكت كروس اوفر دي هناك منافسين افضل منها في 304 لتر. ده مش حجم كبير لشنطه، ده حجم ياخد شنطتين متوسطين وشنطه صغيره او هاند باج. هي عايزه ناس كده او عيله كده، او واحد زي ما قلت ومراته، او واحد معاه اطفال، والدنيا تبقى تمام قوي، وتبقى خدت عربيه يابانيه، تكييف جيد، ثلاجه، واستهلاك بنزين بسيط، وموتور مش هيشكي ابدا. واحنا شفنا التوليفه دي قبل كده على عربيات سوزوكي ما بتقولش لا، وتبقى خدت توليفه حلوه، شكل كويس وباكج كويسه، وكمان امان ممتاز. انا بقى اللي يهمني في العربيه دي حته الامان. العربيه دي 6 اير باكس، تاير بريشر مونيتورنج سيستم، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي. يعني العربيه فيها كل حاجه كامله مكمله، زائد باكج الامان الممتازه مع توليفه اقتصاديه وشويه اوبشن دلع ممكن ما تلاقيهمش في الفئه دي خالص، وشكل جيد ومقبول. هذا هو انطباعنا المبدئي عن سوزوكي فونكس لحد ما نجرب تجربه مطوله ونكتشف عيوب اكتر من كده. ما اقدرش اقول لك عيوب دلوقتي لاني ببقى بهرج، لكن بديك انطباع العربيه دي بتقدم ايه. نتمنى تسعير جيد ونتمنى تسعير مقبول، وساعتها العربيه دي اعتقد هتبقى حصان رابح، لانها من اسم ياباني اعتمادي واقتصاديه وفيها باكج كويسه وامان كويس. فنتمنى ان العربيه دي تحل معضله في السوق المصري. وانا سمعت امبارح حاجه لطيفه جدا، ان العربيه دي لن تذهب للموزعين، لا اي موزع، ولا كبارهم ولا صغارهم. العربيه دي هتخرج من سوزوكي فقط، وسيتم حجزها من سوزوكي، ومش هتبقى موجوده الا عند سوزوكي، وستسلم لعملاء سوزوكي فقط. فاتفقنا على كده امبارح وسمعنا ده، وده خبر اعتقد هيفرح الناس اللي ناويين يشتروا العربيه دي لو تسعيرها جاي. شكرا، وكان معاكم محمود خيري في انطباعات مبدئيه عن سوزوكي فونكس.